هنقول لكم بقى على الصفقة اللي معانا النهاردة. الكابتن محمود الخطيب حاطط 5 مليون يورو. خبر مفاجئ في النادي الأهلي بعد قرعة كأس العالم 2025 لانضمام اللاعب كوامي بوكو، لاعب جناح أيمن 21 عام رسميا في نادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من تايم الاهلي. طبعا احنا صيفنا كده عشان انا الجو حر النهارده، مش طايق الجاكيت عشان بس محدش يطلع يقول لي انت لابس صيفي ليه وجو شتاء. المهم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من تايم الاهلي، معانا اخبار تخص نادي الاهلي، اخبار مهمه جدا جدا جدا. في حلقه النهارده كمل معايا الفيديو لحد اخر لحظه علشان هيفيدك كل كلمه هتتقال عن اخبار نادي الاهلي، وطبعا مفاجآت مجموعة الأهلي في كأس العالم 2025، وطبعا مع أول مواجهة انتر ميامي ضد ميسي. ومين غيره يقابل ميسي؟ طبعا الأهلي. معانا طبعا الفيفا يعلن جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من كأس العالم 2025. هنقول لكم على المباريات اللي هتحصل أو اللي هتتلعب امتى بالظبط. طبعا هي في أوقات غريبة شوية، فالناس ما تصدمش عشان الأوقات بتاعت أمريكا غير طبعا هنا في مصر. الأهلي هيلعب بيوم الحد 15 يونيو الساعة 4 الفجر، ده مع انتر ميامي. ده أول مباراة في الافتتاحية الساعة 4 الفجر. هيتلعب مباراة الأهلي وانتر ميامي يوم 15. يوم الحد هيكون يوم 15 يونيو، هيبقى يوم حد، يعني الناس كلها تبقى واخدة يوم الاثنين ده اجازة من الشغل. كل واحد بقى يتلكك لمديره ولا يقول لأي او يعني يعمل اي حوار بقى علشان ياخد اليوم ده اجازة. ملناش فيه، لازم هنتفرج على الاهلي. طبعا اول مباراة هتتلعب الساعة 4 الفجر زي ما احنا قلنا. هتكون تاني مباراة يوم الخميس، ده حلو قوي ده. بس للاسف ده مخلينه امتى بقى؟ مخلينه يوم 19 يونيو، هيبقى يوم خميس الساعة 8 بالليل. طب يا عم كنت خلينا مثلا يعني اول مباراة بتاعت انتر ميامي ده يوم الخميس مثلا، مخليها لنا يوم حد. غريب. المهم، يوم خميس هيكون 19 يونيو الساعة 8 بتوقيت طبعا لا هيكون بتوقيت مصر. تمام. هيقابل بالميراس البرازيلي. الاهلي هيقابل تاني مباراة، هيلعب بالميراس البرازيلي الساعة 8. تالت مباراة طبعا مع بورتو البرتغالي هتكون يوم الثلاثاء، يوم الثلاث 9 يوم 23 يونيو الساعة 5 الفجر. 5 الفجر دي حلو، يعني الواحد يصلي الفجر ويتفرج على المباراة على طول. وكمان ممكن ما يلحقش الشوط الأولاني عشان طبعا اللي هيصلي الفجر فهيكون المباراة بدأت يعني وكده. طبعا هنقابل بورتو البرتغالي يوم الثلاث، يعني هنلعب الحد 15 يونيو مع انتر ميامي الساعة 4 الفجر، وهنلعب يوم الخميس 19 يونيو الساعة 8 بالليل مع بالميراس، وهنلعب يوم الثلاث يوم 23 يونيو الساعة 5 الفجر مع بورتو البرتغالي. دي جدول الأهلي في كأس العالم 2025. هي بس كل اللي احنا نقدر نسمعه هو مباراة بالميراس. وطبعا انا على فكرة انا براهن اهو عليكم كل المشاهدين اللي بتتفرج عليا ان انا كل الناس هتصحى تتفرج على على المباراة ديت، او ممكن يكون كمان الناس تبقى مجهزة لها من بالليل وما تنامش وتتفرج على المباراة لحد ما تخلص. والله العظيم انا واحد من الناس هعمل كده، مش ان انا هنام بقى واكبر دماغي واشوف النتيجة الصبح، لا انا لازم هتفرج على الاهلي بكأس العالم. ده طبعا جدول نادي الاهلي. هنقول لكم بقى على الصفقة اللي معانا النهارده. الكابتن محمود الخطيب حاطط 5 مليون يورو للصفقات بس في كأس العالم. لا، الكابتن محمود الخطيب ما بيهزرش، والله ما بيهزر. الراجل قال لك انا هجيب اي صفقة هتفيد نادي الاهلي في الفترة اللي جاية. الاسم اللي معانا هو كوامي بوكو. المركز بتاعه جناح ايمن. العمر عنده 21 سنة. الطول
79 سنتي. القيمة التسويقية بتاعته 1,500,000 ألف دولار. تمام. النادي الحالي اللي بيلعب فيه بيلعب في بتروبور يونايتد الإنجليزي. الجنسية غانا. لاعب مميز جدا، انا اتفرجت له على كام حاجة. لو انت مش عارفه ابحث وشوف، هتلاقي اللاعب كويس جدا جدا، واللاعب لسه صغير في السن، هيفيد النادي الاهلي الفتره اللي جايه. انا يعني انا واحد من الناس اتفرجت له على الفيديو، اتفرجت له على فيديوهاته. فانت ابحث على اللاعب اسمه كوامي بوكو. بيلعب جناح ايمن. تمام. يعني زي ما بيقولوا بمواصفات عالميه، بمواصفات عالميه. اللاعب ده فعلا لو جه وبيرسي تاو لسه في الاهلي، هيقعد بيرسي تاو، ويقعد كمان رضا، الاستاذ رضا سليم. الاستاذ رضا سليم اصلا ده المفروض يبقى ممثل. ايه, إيه تاني؟ اللاعب طبعا اتنقل في كذا كذا دوري، وهو لحد دلوقتي لسه على قوة النادي اللي احنا قلنا عليه في الاول. آه، سجل معاهم سجل معاهم في الموسم دوت 10 اهداف، وساهم ب6 اهداف، يعني حاجة كويسة مش وحشة. بس كده اللاعب، يعني الاهلي خلاص دخل فيه اللي هو بيشوف بقى ايه اخر رتوش، يعني حاجات صغيرة كده ما بينه وما بين أمير توفيق والكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط ومارسيل كولر. لسه يعني الصفقات دلوقتي مش هتتعلن، يعني الصفقة اللي هيتفق عليها لازم يكون موافق عليها الكابتن محمود الخطيب، لجنة التخطيط، أمير توفيق، وكولر. الأربعة دول لازم يكون رأيهم واحد، ما ينفعش واحد بس منهم يبقى رأيه غير التاني. لو رأيه غير التاني يبقى الصفقة مش هتيجي النادي الأهلي. لازم الاربعه لازم الاربعه ياخدوا الموافقه، ان هم الاربعه يكونوا موافق. يعني احنا قاعدين في لجنه مسابقات، لازم الاربعه يقولوا نعم. ما ينفعش واحد منهم يقول لا، لو واحد قال لا يبقى الصفقه مش هتيجي. ده الفتره اللي جايه اللي الاهلي هيشتغل عليه، يعني علشان خاطر ما تجيش اي صفقه يعني نص نص. المهم انتر ميلان يعمل يعني يفاجئ الجميع بالتعاقد مع ساديو ماني من النصر. قدموا عرض لنادي النصر، عايزين ساديو ماني من نادي النصر. طبعا انتر ميلان طبعا بيجهز برضو لكأس العالم، عشان انتر في مجموعة يعني انا شايفها من اسهل المجاميع، بس برضو حاطط رجه وحاطط هدفه في بعد كده في البطولة. فطبعا قدموا عرض رسمي لساديو ماني. طبعا في كلام كتير برضو على ساديو ماني ان هو يجي الاهلي، هنتكلم برضو على ساديو ماني في الحلقات اللي جايه في بعد كده يعني. بس الكابتن ابراهيم فايق اللاعب القطري معز علي، في ناس ربطت وجوده في مصر، ولما تصور مع يوسف أيمن بأنه ممكن يكون موجود في الأهلي. بالفعل اللاعب مرحب باللعب للأهلي، والدحيل لن يمانع في بيع اللاعب. اللاعب اتعرض على لجنة التخطيط. صفقة تانية طبعا كلنا عارفين معز علي هو هنا في مصر اتصور مع يوسف ايمن. الناس كلها ربطت، ده كلام الكابتن ابراهيم فايق، الناس كلها ربطت ان اتصور بقى مع يوسف ايمن. طبعا هما الاثنين صحاب كانوا فريق واحد، ان هو خلاص هيجي نادي الاهلي. ولما اتسال المعز علي مرحب جدا ان هو ينضم للنادي الاهلي، مفيش اي مشكله. ونادي الدحيل كمان مرحب ان هو يسيبه لنادي الاهلي. هنشوف بقى لجنة التخطيط هتقول ايه للكابتن مارسيل كولر والكابتن الخطيب. طبعا زي ما احنا قلنا لازم يكون موافقة منهم هم كلهم ان اللاعب يجي. وهل فعلا الاهلي هيجيبه في يناير اللي جاي، ولا هيضمه لميركاتو اللي هتفتح قبل كاس العالم باسبوع؟ وبس كده. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وانتظرنا بكرة ان شاء الله الساعة 2 في حلقة من نور.
ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان وكمان تعمل لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس، ولو ما عملتش كده طبعا على دماغي من فوق. وفي النهايه شكرا لدعمكم، واشوفكم بكره ان شاء الله، انتظرونا. السلام عليكم.